اتكلموا كتير عن الكلب اللي طلع فوق الهرم ويعني اتكلم وعمل ترند في العالم كله مش في مصر بس. وكان في واحد بطائرة يعني شراعية لاحظ وجود هذا الكلب، حتى هو قال انه رجع عشان ينقذه لكن ما لقاهوش. لكن يعني السؤال الغريب، هو عمل كده ليه؟ الكلب ده عمل كده ليه؟ وازاي طلع يعني؟ في بقى تفسيرات يعني طبعا خارجة عن المألوف، بيقول لك في بوابات معينة ممكن يكون طلع من خلالها. وفي ناس تانية بتقول لك لا، دي رسالة. انتوا عارفين الفراعنة ليهم يعني ليهم حاجات وطقوس. هو يمكن طلع على الهرم كده في أعلى الهرم، دي رسالة بيوجهها. ولكن يعني الغريب ان هو اختفى برضه. يعني هو الراجل قال انا رجعت بالطائرة الشراعية بتاعتي عشان انقذه، ولكن ما لقاهوش. برضه يعني احنا عايزين نعرف هو عمل كده ليه. يا ريت